استعمالات مدهشة وغير متوقعة لهاد السائل ديال الأواني غيفيدكم ويفرجكم الكثير. خليكم معايا تكتشفوا فاش غيفيدنا وفاش غنستخدموه أفكار أخرى رائعة. ما تمشيو فين ويلا نبداو على بركة الله. مرحبا بكم في هاد الحصة الجديدة، كنتمنى تستافدوا منها. متنساونيش من لايك والبارطاج، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. أول فكرة فاش غيفيدنا أنكم تستعملوه في غسل ديال الطابيات التركية باش تحافظوا ليها على الألوان ديالها وتبقى دائما يعني جديدة، ما تكشف لكم حتى شي حاجة وما يتغيروش ليها الألوان. وكذلك تغسلوها بشتاء اللي هي رطبه. اول حاجه شنو كديروا؟ كتبلوها بالماء يكون دافي ولا غير الماء ديال الصنبور صافي، وكديروا لها السائل ديال الاواني وكتخليوها غير شويه وكدوزوا عليها واحد الشيطه رطبه. ومن بعد يعني كتعاودوا تشللوها وتنشروها، راه كتبقى رائعه. حرصوا لان كتكون مكتوبه فيهم فقط يتغسلوا بالسائل ديال الاواني. وهذه عن تجربه. دابا غندوزو لباقي الافكار وباقي الحيل. غندوزو لاستعمال اخر فاش غيفيدنا هذا السائل ديال الاواني. غيفيدنا كذلك في واحد الخلطه ديجا حطيتها معكم في القناه على انها يعني تتقضي على الصراصير بالاخص الصغار. الخلطه ديالنا كتكون متكونه من السائل ديال الاواني ومن الخل وشويه ديال بيكربونات الصوديوم. ما تكثروهاش باش ما تخنق لكمش البخاخ، وواحد المعلقه ديال الملح. بالنسبه لطريقه تحضير الخلطه بمقادير مضبوطه، كتجيبوا البخاخ كديروا فيه كاس ديال الماء وكاس ديال الخل ومعلقه صغيره من السائل ديال الاواني ومعلقه صغيره من الملحه وربع معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم. صافي كتخلطوهم جيدا، كتصوتوا عليه في البلاصه كيموت بالاخص الصغير وحتى الكبير. يعني هذه كتكون عندكم كسلاح. رانا ديجا حطاها معكم في القناه، مرحبا بكم اللي بغيتو تعرفوا عليها بالتفصيل. غندوزو لباقي الاستعمالات وفاش غيفيدنا هذا السائل ديال الاواني. انا ما كندير لا اشهار لا والو، فعلا كنخدموه في بزاف ديال الخلطات. بالنسبه لواحد المنظف، الناس اللي عندهم الحساسيه وما تيقدروش كاع على لي برودوي اللي كيشريو هكا كيعانيو معاهم، غنعطيكم واحد المنظف خطير عجيب ما كيخطانيش وكعنده بزاف ديال الاستعمالات. نتوما تشوفوا معايا. بالنسبه لهذا المنظف، الا عندكم الدهون والاوساخ بزاف كديروا كاس د الماء كاس د الخل. كنتو بغيتو غير تلمعوا هكا وتمسحوا غير الغبار، كديروا كاس ديال الماء وكديروا غير نص كاس ديال الخل. كديروا قطرات من السائل ديال الاواني. الا كنتو دايرين كاس ديروا معلقه صغيره ديال السائل ديال الاواني صافي. الا بغيتو تزيدوا واحد اللمعه، الا كنتو هاد الخلطه هادي باغيينها تلمعوا بها حتى حتى الثلاجه لا ماشين، يعني هكا اي حاجه البوطه بغيتو ديك اللمعه تحصلوا عليها، كتزيدوا قطرات من زيت الاطفال. وانتم غتشوفوا معايا استخدامات ديال هذا المنظف. هذا خصو الصراحه ما يخطاكمش. دابا غادي ندوز باش تشوفوا معايا فاش كنستعملو. انا كنستعملو بهذا الشكل هذا، يعني حتى تنظيف الثلاجه من الداخل البنات راه رائع، يعني بلا ما تحتاجوا تحيدوا ديك الرفوف وداكشي، غير كترشوا كتمسحوا كيعطي واحد اللمعه خطيره. ولكن فاش تبغيو تنظفوا الثلاجه ما ديروش هذيك الزيت. زيت الاطفال كنزيدها في هذه الخلطه غير الا بغيت نحصل على اللمعه في البلاكارات هكا ديال الالومنيوم، في كل شيء، يعني في الرخام. حتى ديك الزيت ديال الاطفال خطيره كتلمع لكم الرخام وهكا. يعني كاع الابواب هكا اللي عندكم، بلاكارات اللي عندكم في المطبخ، كل شيء يعني الفايونس البوطه كل شيء كيلمع بواحد الطريقه خطيره. وهاد الخلطه هذه راه كتحيد حتى الدهون. راه البوطه كنرش عليها وكنمشي كنرجع واحد المده بحال درت ليها شي منظف خاص بالبوطه، ماشي يعني الحروق ولا لا. انا كنهضر غير على الاوساخ البسيطه والدهون البسيطه، داكشي يعني ديال الطياب اللي بحر طيبتو جديد وديك يعني كتلمع عليكم بواحد الطريقه خطيره. هاد الخلطه هذه كنمسح بها جميع الالات اللي عندي في المطبخ، الغلاي بانيني، يعني اي حاجه، لا ماشين ديال الماء، لا ماشين ديال التصبين ديال الملابس، يعني كلشي من برا ما شاء الله. حتى هذه ديال الخبز يعني راه كنمسحها من الداخل ومن برا، حيت عندها الخشب من الاسفل واينوكس من الفوق كما كتشوفوا معايا. وهذا بحال الدجاج، يعني فعلا راه كتلمعها بواحد الطريقه خطيره. يعني انا قلت لكم هاد الخلطه راه كنستعملها حتى في هكا في الفايونس هكا ديال المطبخ ديالكم، ديال الجدران هكا تتمسحوا بها اي حاجه طاحت لكم على البال. ولا ما درتوش فيها ديك الزيت كتمسحوا بها حتى الدجاج، يعني حتى يعني الشراجم، المرايات، يعني خطيره خطيره. ولكن كما قلت لكم بلا زيت الاطفال. في الاستعمالات الاخرى فعلا هائله. الخلطه هذه سحريه كتستعملوها حتى في الحمام، فعاله غير هي. فاش تبغيو تلمعوا فقط اللي تضيفوا ديك الزيت والخلطه المعتاده ما تضيفوش الزيت، يعني كتخليو غير الخل والماء والسائل ديال الاواني. صافي اللي كديروا فيها يعني راها فعاله وكتكون عندكم رخيصه بلا حساسيه بلا حتى شي حاجه. كنتمنى فعلا تفيدكم.
وغندوزو لباقي الاستعمالات شفويا انني كنستعملو هكا الاحذيه من برا، السبرديلات هكا فاش يلاه يتقاسوا بشي حاجه، مجرد ما كندير لهم غير شويه السائل الاواني كنمسحهم وكنديروا الجوارب، يعني عنده بزاف ديال الاستعمالات. غندوزو لافكار اخرى كذلك كنتمنى كذلك هي تعجبكم. بالنسبه لهاد الفكره، الناس اللي كتخسر لهم القرعه فاش كتجيبوها من السوق، يعني ضروري تحيدوا لي هذوك الخيوط وديك الزريعه ما تخليوهاش فيها، يعني هي اللي كتخليها انها تخمج لكم. وكتحاولوا تغسلوها، راه واخا تغسلوها ما كيوقع عليها والو، غسلوها حيدوا لها ديك الاتربه وحطوها في شبكه تسقطر، يعني خصها تسقطر مزيان. جيبوا واحد بابي ونشفوها مزيان، ومن بعد عندكم بزاف ديال الطرق باش تحتفظوا بها، راه تقاسمتهم معكم. بغيتو المجمد بغيتو الثلاجه كتبقى اكثر من اسبوع. فرشوا واحد بابي في واحد العلبه وتتحطوا القرعه ديالكم وكتحطوها في الثلاجه، ما كيوقع عليها والو. خص غير الثلاجه تكون جيده، كتبقى حتى 10 ايام حتى 15 يوم ما كتخسرش عن تجربه يعني. في المجمد راه كتبقى يعني مده ما كتضيعش معكم. كنتمنى كذلك هذه الفكرة تفيدكم، وإلا بغيتوا طريقة الاحتفاظ بجميع التفاصيل راه الفيديوهات في القناة. غندوزو الفكرة الموالية، وهي سواء كان براد أو كاس أو أي حاجة إبريق ما كانش كيزقى لكم هكا على البوطة، بالأخص بعد الكويس هذا راه كندير فيه الحليب على النار البنات. إلا كان هكا ما ثابتش لكم، كتجيبوا مثلا اللي كبيرة على الأخرى وكتحطوها فوق منها بهذا الشكل هذا، وكتشعلوا النار ديالكم وكطيبوا بكل أمان، سواء براد ولا ما كتخافوش عليه انه يتدفق او لا يطيح الله يستر او اللي يحرقكم. يعني هذه فكره رائعه، وإلا كانت الحاجه كبيره كديروا داك الكبير. دابا غندوزو لباقي الافكار، شوفوا معايا، وهي الزيوت. بالنسبه للزيوت يعني كفين ما حطينا القرعه ديال الزيت كتجلخ لينا المكان. انا هاد الحيله راه ديجا تقاسمتها معكم، دابا بغيت نحطها في الفيديو على حساب المبتدئات، على حساب الجداد معنا في القناه مرحبا بهم، وعلى حساب الاخوات المبتدئات. كما كتشوفوا معايا كديروا على شكل واحد الانيه اللي صغيره، وكديروا واحد القطن من الاسفل صافي، وكتوضعوا القرعه ديالكم، راها ما كتجلخش لكم المكان فين ما حطيتوها، كيبقى نقي. ندوزو للاستعمال الاخر، انه غيعوض لكم هاد الشيكس هذا. الا تقادا ولا قدر الله ما لقيتوش داك النهار كنتو محتاجينه، كتجيبوا واحد الكره من الورق ديال الالومنيوم. الا بغيتو تكبروها صغيره، الا كانت الانيه صغيره، كانت الانيه كبيره هنوريكم الصور ديجا درت معكم هاد الفكره بالتطبيق. كتجيبوا واحد القياس ديال الالومنيوم سواء صغير ولا كبير، كتكوروه وكتحكوا به الاواني ديالكم المحروقه، الكاسرونات، البرارد، المقارجيني، اي حاجه كتحرق لكم قالي من الاسفل اللي كانت محروقه من على برا، راكم كتحكوها بطريقه جد رائعه وكتهناو منها من داك المشكل ديال الحراق بواحد الطريقه خطيره على الناشف، يعني بلا ما بلا حتى شي حاجه. وهاد الورق هذا ديال الالومنيوم راه تيحك لكم حتى الجوانب ديال ديك النقاصه ديال الضوء اللي كتكون معلقه لكم بالاوساخ، حتى هي ديروا ليها نفس الفكره بحال هذا الشكل اللي غتشوفوا معايا على الصور. لاحظوا معايا الانيه راه حكيتها بورق الالومنيوم وتتحصلوا على واحد النتيجه خطيره. وباقي الافكار، الا كنتي لاله كتبغي تصفي وما كاينش اللي يشد معاك هكا، ولا كانت شي حاجه سخونه وكتخافي تصفيها انها تعاود طيح لك في الانيه، ما عليك الا بهاد الحيله هادي. كتجيبي المعلقه الا كانت كبيره، كديري معلقه كبيره في هاد الاذن هادي اللي كتكون من هاد الجانب هذا، كانت صغيره كتشديها بهاد الطريقه اللي كتشوفوا، طريقه شارحه راسها براسها ما نحتاجش نشرحها لكم. لاحظوا معايا، كتصفيو فيها اللي بغيتو، لي باد ديالكم، القهوه ديالكم، اتي ديالكم، اي حاجه يعني بكل سهوله. هنا كيكون الفيديو ديالنا سهله، وكنتمنى هاد الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلبكم، تكونوا استفدتوا له بالقليل. المزيد من الحيل والافكار ووصفات ناجحه، مرحبا بكم في القناه، والى حصه قادمه باذن الله. مع السلامه.